اصلا كانت تشوه الرجل. طبعا. خلاص اوكي، وصلت الفكره. اوكي يا مو اصلا الاخ عبد الله يصب معك في نفس الاطار وانت قاعد تقاطع. خويا اسعد، انا نحب الحسن، انت تعرف علاش كنحبه؟ رجل ذكي. ومره تعرف شنو قال لهم خويا اسعد يوم حب الرمال؟ شنو قال لهم؟ قال لهم انا ما نحارب ثوره. قالوا ندخل قسنطينه، قال لهم انا ما نقدرش نحارب ثوره. رجل ذكي، فهمتني؟ هذا الحسن الثاني لارو قال لهم هكذا خويا اسعد، انا ما نقدرش نحارب ثوره. فهمتني ولا؟ اسال المغاربه اللي عندك، اذا انا كنكذب عليك خويا اسعد. اوكي فهمتني؟ الراجل أوكي. محترم، الراجل احنا عمرنا ما حسينا الجيل ديالنا اللي كانت بين مشاكل، كنا ناكلوا الخبز في الوجده والوراء، كنا عايشين حتى لو كانت خلافات خويا اسعد. الناس تمرر مغالطات خويا اسعد. انا نقدر نقول لك، يعني نسالك سؤال دوكا، يلا يعني نقدر نسالك، ما نحبش نحط السم على العسل زي ما يقول. اسمعني خويا اسعد، علاش الاجواء المغربيه، الصحراء المغربيه تابعه لاسبانيا مثلا، ولكن احنا ما نحبوش نجرحوا المغاربه. اجواء الصحراء الى الان. نعم نعم، اسال اخواتنا المغاربه الى هذه اللحظه خاضعه للاسبان. نعم اسالهم يا رجل. اسبانيا، اذا اسبانيا من تقصفكم بالدرون في الصحراء، اليس يا اخوي العزيز اسمعني، احنا اسمعني لا لحظه يا مو لحظه. اسمعني اخويا اسعد، ما تمر مغالطه اخويا اسعد. والله ما مر. رد العاصمه رد عليك رد. والله ما رد يا اخويا اسعد. نهضروا على، اسمعني، نهضروا على الاجواء الجويه، اسمعني، على الطيران المدني. اسبانيا من قصفت الشاحنه الجزائريه وقتلت الجزائريين ما دامت هي المتحكم. اسعد ولد العاصمه، انا نحترمك بزاف، اسمعني. يعني الاسبوع اللي فات قلت لو سمحت لي عينتم بوتفليقه رئيسا وقد رفض من سلك الشرطه في المغرب. معليش، ما الفرق بينه وبين بوضياف؟ عيب ما تهضر، اسمعني. اي نعم، قبلتم بوتفليقه رئيس ولد في المغرب، عاش في المغرب، اراد الانضمام لسلك الشرطه ايضا. اي مستوى لديك حتى اطلع؟ لازم انزل حتى انزل عندك. لا تغلط عليه يا ولد العاصمه، لا تغلط عليه رجال. ولد العاصمه اعتذر منا لو سمحت. هو لا يقول لي طلع المستوى، لا يقول لي طلع المستوى. كيف يطلع المستوى؟ اي مستوى؟ شوف الاخ اولا اي مستوى اطلع؟ هل اناقشه ام اسبه؟ لو سمحتوا، الاخ مو مؤدب والله ويحبكم ونسيبكم، يعني لا وانا ايضا مؤدب معه. هو قال طلع، قلت له هبط. عادي مش مشكله، يا مو انت تقصد، يمكن تقصد الاجواء، القانون المدني. نعم المدني. نعم خلاص تمام، هذه بيعلقوا عليك المغاربه عندما ياتي الدور. كمل عشان ناخذ رجل وكفى. ليش المداخله؟ خليني اكمل المداخله اخويا سعد. كمل يلا كمل. ايوه كمل. الصبح. لا اخويا اسعد، خليني اسمعني اخويا اسعد. اصلا انت كتشوشني اخويا اسعد، كتهضر معي بطريقه انا اصلا صوتك شويه بعيد، واقول لك انت مشوش اليوم على الاخر. اسمعني، الاسبوع اللي فات انا ولد العاصمه نحترمه. سؤال ولد العاصمه، هل المغاربه يدخلون للجزائر بالفيزا؟ هذا سؤال، خلي جاوبني من فضلك، لانه مررتوها ومشيتوها. اجيبك 2004 أزيلت الفيزا عن الجزائريين الداخلين للمغرب وعن المغاربة الداخلين إلى الجزائر من باب المعاملة بالمثل. بارك الله فيك، لأنه المولود قال لك لا حالات استثنائية. قال ليس لي إلمام بالموضوع، فالأمر متجاوز أخي، الأمر ليس يعني بهذه الخطورة.